خبر سيء لطلاب المدارس، الجمعة لم يعد يوم عطلة. جديد مقاطع الفيديو، المظاهرة الشفافة. أيادي التضليل تطال الطرشان والخرسان. ذكرنا في التقرير السابق أن النقاط التي وددنا مناقشتها فيه كانت أكثر من أن يسعها تقرير واحد، لذلك نبحث في هذا التقرير عن الجديد ولا نتجاهل القديم. والبداية مع هذا الخبر الذي لن يسر طلاب المدارس الذين يحبون أيام العطل كحب مدرسيهم وموجهيهم، طبعا مشان الأساتذة ما يزعلوا، يعني كنا طلاب منعرف. الخبر هو أن يوم الجمعة كما يوضح مقطع الفيديو هذا لم يعد يوم عطلة، بدليل تواجد هؤلاء الطلاب والطالبات بالزي المدرسي والحقائب المدرسية. المقطع عرض يوم الجمعة بتاريخ 13 من أيار 2011، وكتب في أعلى الشاشة الحارة قبل قليل، بس كأنه القليل مبحبحين شوي، يعني بيطلعوا لهم شي 10 أيام مثلا، الله أعلم. ولا يفوتنا أن نطمئن الطلاب بأن الجمعة ما زال يوم عطلة، ولكن المظاهرة المزعومة ليست في يوم الجمعة 13 من أيار ولا حتى في يوم السبت 14 من أيار، وهو تاريخ عرض هذا التقرير لأول مرة. ومن مظاهرة شوه فيها الاسم والعنوان إلى أخرى حاولنا فيها ونحن نبحث عن المتظاهرين، ما خلينا سما، ما خلينا شجر، ما خلينا بلكين، ولكن عبس مظاهرة شفافة ما حدثيا مبين. ويجدر التنويه إلى أن عدد المتظاهرين لو كان ببيض الوش ما كان استحى المصور، والحمد لله فإن الجزيرة وأخواتها ما بيوفروا شيء. شهود العيان من حمص على ما يبدو ليسوا على قلب واحد، والتنسيق بينهم مفقود. تحدثنا في التقريرين السابقين عن صوت الشاهد المذيع، يعني يلي صوته أوضح من صوت المذيع. موضوعنا اليوم ليس وضوح صوته، بل ركزوا على شهادته. هناك اعتقالات في باب عمر بسيارات الإسعاف، يقومون بسيارات الإسعاف يقومون بسيارات الإسعاف. بينما الشاهدة سارة الأمورة قالت: الاعتقالات بالباصات، الشباب كلهم بالباصات، الاعتقالات كلهم سيقوا إلى المعتقلات بالباصات، الشباب كلهم بالباصات، كلهم سيقوا إلى المعتقلات بالباصات. الحج أبو عمر كان رأيه أنه لا سيارات إسعاف ولا باصات. اسمعوا. مظاهراتنا كانت من أروع ما يكون، حتى باعتراف ضباط الأمن. حسب اعتراف ضباط الأمن؟ إيش بسلامتك عم تحقق معهم؟ حتى باعتراف ضباط الأمن بمدينة بلكرخ أنه كانت المظاهرات حضارية، يعني شايف كيف، وما فيها حتى أذى، يعني ما شابه شائب، يعني الحمد لله، لأنه ما في احتكاك نحن مع الأمن بإيدي مكاتب الأمن عنا، ونعمل مهرجان. شايف كيف؟ الأول قال اعتقال، والثاني إطلاق نار، والثالث المظاهرات كانت عال العال. ونحن هنا لا نكذب أيا منهم ولا نصدق، ولكن نترك الحكم لكم. حتى لا نطيل كعادتنا نختم بمذيع الصم والبكم هذا. ابتلاهم الله بفقدان السمع فاستثمر ذلك. لاحظوا هنا جملة الشاهدة سارة الأمورة وطريقة شرحها بالإشارات. بدأت سيارات الأمن بالتسارع إلى المناطق اللي طلعت فيها المظاهرات. لا أتقن لغة الصم والبكم، بس ما بدها ذكاء إنه الشاهدة سارة لم تذكر إطلاق النار، ومع ذلك فإن المذيع كان حيقوس بأصابيعه عن جد من كتر ما ضاج. كونهم باتوا يستهدفون بحملاتهم الصم الذين لا يسمعون، فهذا قد يشير إلى أنهم فقدوا الأمل ممن يسمعون. أما أحباؤنا الصم والبكم فإن كانت آذانهم لا تسمع، فإن قلوبهم تبصر أكثر بكثير مما يظنون، والله من وراء القصد.